هتخلصي الفيديو وتقومي تعمليها على طول. فكرة رائعة من ازازتين بلاستيك مدورين مربعين، اي حجم او اي شكل، بس تكون واسعة شوية زي الازازتين دول كده. ازازتين زيت طعام هستخدمهم في الفكرة. غسلتهم كويس قوي ونشفتهم، وهاخد اول ازازة منها الجزء ده، وتاني ازازة هاخد منها الجزء بتاع القاعدة بس، يعني حوالي سنتي كده او سنتي ونص من تحت، وهسويها بالمقص علشان عايزاها كلها تبقى سوا واحد، لان دي هتبقى الغطا بتاع العلبة الاولى. بعد ما نسويها بالمقص هنمشي عليها ولاعة كده علشان الاحرف بتاعتي تبقى متسوية كده. الغطا ركب على العلبة تمام. هنبدأ بقى نشيل الاستيكر اللي على العلبة. لو الاستيكر صعب شوية ممكن تمشي عليه ولاعة، هيطلع معاكي بسهولة جدا. يعني هنسيح الغيرة كده اللي تحت الورقة. استخدمت السولوتيب الملون ده، او اللي هو بيلمع، في منه الوان كتير قوي، بيتباع في مكتبة الادوات المدرسية. البقرة الكبيرة ب5 جنيه والبقرة الصغيرة ب3 جنيه، دي الصغيرة. استخدمت اللون الذهبي، اخترت الذهبي شكله حلو قوي. استخدمته على العلبة اللي تحت كده، على الاضلع اللي اصلا كانت مرسومة جوه الازازة. والغطا برضو عملت له اطار كده، وعملت له فتحتين صغيرين خالص من النص. هستخدم لها حلقة معدنية كانت في حزام شنطة قديمة عندي، ثبتها بقطعة سلك صغيرة بالشكل ده. لو مفيش سلك ثبتيها بخيط عادي. وبس كده عملنا علبة شكلها شيك جدا وشفافة، يعني هتبين لك الحاجة اللي جواها، ودي حلاوتها. شكلها تحفة جدا وعملية ومساحتها حلوة. حطيت فيها بكر الخيط وادوات الخياطة. ممكن تحطي فيها توك للبنات، ممكن تحطي فيها اكسسوارات. ممكن كمان تستخدميها في المطبخ، تحطي فيها الاكياس بتاعت البيكنج باودر والفانيليا والحاجات دي. هو منظم متعدد الاستخدامات، شكله تحفة، والميزة انه شفاف. فكروا جربوا الفكرة، ومستنية رأيكم.